هرجع تاني لاخبار الاهلي والزمالك. هناك حتى الان بعض الامور الخاصه باحمد عبد القادر داخل النادي الاهلي. هيرحل في نهايه الموسم، هيرحل ازاي؟ الامور بالنسبه له ايه التفكير فيها؟ عشان بس نبقى متفقين، هناك لاعبين جيدين في بيراميدز برضو. رؤيه لجنه التخطيط والمسؤولين في النادي الاهلي ان ممكن يعني يتعاونوا مع نادي بيراميدز في ان هم ياخدوا لعيب او اتنين او تلاته من اللعيبه الموجوده في صفقه تبادليه مع احمد عبد القادر، لو بيراميدز جدي في ان هو ياخد احمد عبد القادر. احد اللاعبين دول هو محمود صابر، طبعا نجم المنتخب الاولمبي، وهو لعيب الحقيقه لعيب كويس جدا، ولعيب يعني في الكره المصريه انا بشوف ان هو مستقبل كبير جدا. ايه اللي هيحصل؟ وهل ممكن الصفقه دي تتعمل في ظل طبعا زي ما بنقول كده، زي ما احنا شايفين كده، ان العلاقات ما بين الانديه كلها جيده، مفيش مشكله خلاص. ايه المشكله ان انا بتاخد لعيب من عندي وانا محتاج لعيب من عندك وتبقى صفقه جيده؟ احمد عبد القادر الامور بالنسبه له كنا نعتقد ان فتره التوقف مع كولر ان هو يتعاد حساباته في ان هو يرجع ويلعب تاني، لكن واضح ان الامور خلاص يعني مع احمد وكولر انها خلاص حتى نهايه الموسم هيبقى فيها صعوبه في الاستكمال. بس احمد موجود، ممكن استعين بيه، ممكن ما حدش عارف ايه اللي هيحصل. ولكن طبعا الصعوبه بتبقى موجوده في عوده واحد زي رضا سليم، في وجود كهربا، في وجود لعيبه لسه جديده، ووجود وسام ابو علي، عوده مودست مثلا. يعني برضو احمد ما اعرفش عدم انتهاز الفرصه في الفتره اللي فاتت، مع انه لعيب كبير ولعيب كان الناس كلها متوقعه ان هو يبقى افضل من كده، ان هو ما انتهزش فرصه التوقف دي. لكن في الاخر ده ممكن اللي يحصل من خلال الفتره القادمه، واحمد عبد القادر وانتقاله لنادي بيراميدز عن طريق تبادل ما بين لاعبين محمود صابر واحمد عبد القادر. اللي جاهز للماتش الجاي، واحنا بنتكلم على ماتش مدياما، وسام ابو علي هيكون موجود. مودست برضو كان عنده ظرف وكان بيحاول يستأذن، لكن واضح ان الراجل رفض تماما بقى ان مودست يسافر، على اساس ان خلاص كهربا يبقى الاثنين دول موجودين، وسام ابو علي ومودست، والراجل كان مصاب ورجع. فان شاء الله نشوف وسام ابو علي بقى في اول تجاربه مع النادي الاهلي في المباراة القادمة في دوري الابطال. محمد علي بن رمضان لاعب من اللعيبه اللي دايما بيتم ذكرهم دايما في الكره المصريه، سواء بقى اهلي او زمالك. لعيب في نص الملعب متحرك، بيدافع كويس وبيهاجم كويس. ليه بقى يتم اختياره؟ لان خلي بالكم الاخبار الخاصه بديانج ان الاصابه بتاعته هتطول شويه، عمليه الغضروف وتنظيف الركبه هتطول شويه، فده ممكن يعوض شويه في الفتره اللي جايه غياب ديانج. لو احنا بنتكلم الموسم الجاي، لو كمان سافر، يعني لان احتماليه كبيره ان ممكن ديانج في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده حتى نهايه الموسم يجي له عرض، ويعني الراجل يتكل على الله والاهلي يستفاد ماديا من اللاعب ده. يكون عندك البديل اللي هو محمد علي بن رمضان، احد اللاعبين اللي تم ذكرهم كذا مره الحقيقه داخل جدران النادي الاهلي. طيب في الحقيقه وانا معاكم